يعني مش هوديه الدكتور العظام، لا ده لو وديته الدكتور العظام هتموته. هو هتموته ليه؟ بكل بساطه هيديله علاج مش بتاع الحاله بتاعته. بالظبط هيديله اميونو سبريسنت، سوري مش هيديله اميونو سبريسنت صح، ميثوتريكسين، سايكلوسبورين، سلفاسرازين، وهيبدا يديله مسكنات او كورتيزون لا قدر الله يهدي معدته وكليته، وما يديلوش حاجات تحافظ على الكبد كمان. تمام؟ ده الدكتور رقم كام؟ 2. ركز مع بعض. الدكتور رقم كام؟ 2. تمام. الدكتور رقم 3. انا حاسس بالوجع يا دكتور، بس بص اشاور اهو ورا هنا اهو، مش قدام، ورا. خلاص؟ اكتب كده بين قوسين في اوتار او في اربطه. او دي الدكتور مين ده؟ مخوي اعصاب. مخوي اعصاب. اتفضل. ايوه الركبه مش من ورا. اي خلاص. بين قوسين الله يكرمك كده حاجه مهمه جدا، يكون فيه تنميل كمان. اكتب دي، لو معاه تنميل ده مخ واعصاب رسمي، او شكشكه تنجل. اوكي طيب في دكتور رابع. في دكتور رابع لو كان عنده كانسر في اي مكان في الجسم وجالك يشتكي من ركبه، تبعته لنفس دكتور الاورام اللي هو بيتابع معاه. ليه؟ ممكن يكون لا قدر الله حصل ميتاستاسيس. يعني ايه ميتاستاسيس؟ انتشار للورم ده ووصل للركبه وعمل فين؟ ممكن أعيد معلومة؟ نعم؟ عيد المعلومه تاني. دكتور اورام اول واحد ركبته بتوجعه دكتور اورام. ليه؟ لما تكون ركبته بتوجعه وهو اساسا كان عنده كانسر معده، كانسر بروستات، كانسر بريست، كانسر في اي حته. ليه؟ لان ممكن الخليه من الخلايا بتاعت الكانسر دي تجري وتروح تقف فين؟ عند ركبته وتؤدي بيه لا قدر الله الى ورم ركبته لا قدر الله. فاضل تخصص عجيب غريب جدا محدش يعني لغايه دلوقتي جاب سيرته. صاحبه اتخبط، الهيستوري بتاعه اتخبط في ركبته من 3 ايام ومش عارف كده. او الدكتور مين ده؟ عظام؟ لا. ليه يا دكتور عظام؟ لا. يا دكتور عظام؟ لا. علاج طبيعي. علاج طبيعي ده تخصصه. دكتور العلاج الطبيعي هو اللي هيتصرف في الحاله دي. اوكي يسخنها، يعمل تمارين، علاج طبيعي، هي دي شغلته. 6 اعاد بلد الصيدليه. بجد 6 ان انا بكل بساطه كده اديله 3 حمض والدليل لو ينفع. لو مش عارف هو ايه الدكتور الدكاتره ديت بقول له نجرب عليهم اسبوع مثلا. استريحت تقول له بركه، ما استريحتش تعالى ونشوف مين الدكتور. وصلت يا عمر؟ قشطه؟ تمام. 6 ان انا اعرف الصيدليه. 3 حمض والدليل مثلا لو عنده نعم؟ اللي عنده وجع في اعصابه من ورا كويس مع تنميل في الرجلين. ممكن يكون عنده عيب نفسي، ممكن يكون عنده انزلاق غضروف، ممكن يكون عنده التهاب في الاعصاب وده. بس الوجع فين؟ ورا. اوكي؟ طبعا سؤال جميل جدا. في علاقه ما بين مرض الروماتويد والدبه الحمراء؟ طبعا. ليه؟ الاثنين الدبه الحمراء اللي هي لوبس ريزماتوزس، سيستميك لوبس ريزماتوزس اللي هو SLE. كل الامراض ذاتيه المناعه والاوتوميون ديزيز منفذه على بعضها. اي واحد فيهم يقدر يلامس مع الثاني ويكون الاورجن بتاعهم واحد وعلاجهم ان شاء الله واحد. اوكي؟ اكمل لك. ده كان السؤال رقم كام من ال6 اسئله؟ 2 اللي هو كان ايه؟ ايه الاعراض بتاعتك تحديدا؟ خلاص؟ وبين قوسين شاور. محدش ينسى بالله عليكم، احنا بنركز وبنطول في الكلام علشان محدش ينسى ال6 دول. وبالمناسبه لو قرأتوا من الباب ده او الباب ده او من اي باب وانتم حافظين ال6 دول بس او فاهمينهم، ما بحبش كلمه حفظ، ده بالنسبه لي عندي كفايه. طب انا كده جيت الموضوع في 10 ساعات وراجع ان شاء الله 10 ساعات، بالنسبه لي كفايه ان شاء الله. اوكي؟ طيب رقم 3 اكتب معايا السؤال رقم 3. any other symptoms حضرتك بتشتكي من اي حاجه ثانيه؟ ايه اهميه السؤال ده؟ ما خلاص قلبي اللي هو بيشتكي منه صداع مثلا. لا، في اسباب كتير لازم نركز مع بعض وناخد حاله الصداع. هناخد حاله الصداع ونشوف اهميه السؤال ده فيه. ان اما السيمبتومز ده
بتشتكي حضرتك من اي اعراض ثانيه اكتب كده معايا لو سمحت. لو بتشتكي من كذا يبقى الصداع كذا، اكتب كده معايا ازاي كده. لو انت يبقى الصداع سببه بيبقى انفيه، يقول لك ما بعرفش اخد نفسي كويس. 2 لو عيون يعني عينيا بتزغلل او النظر عندي مش كويس او في وجع في عينيا، يبقى ممكن يكون الاوريجن اي. انا بفتح لك بس مدارك اكتر. 3 فكوا تلاقي توجعني يا دكتور، تلاقي اللي عندنا في الصداع ده حاجه مش هو في نفس الناحيه تمام. 4 خد دي لها بوفاه مريض او انك ان شاء الله تكون السبب في حياتك. اكتب اللي جاي دي مهمه جدا. بترجيع صباحي بدون غممان نفس. اكتب دي. ايوه تاني. بترجيع قيء صباحي بدون غممان نفس. تبقى لا قدر الله كنز. يعني يقول لك كده انا بقوم من النوم الصبح ما بقدرش الحق اروح على الفوضى عشان برجع في السرير، او ابقى ماشي عادي كده في البيت ما احسش ان انا عايز ارجع اروح مرجعها. خلاص مع صداع وممكن مع زغلله كمان بنسبه 99.99% لا قدر الله زياده في ضغط المخ انتركرينيال بريشر انكريز ممكن تكون دلاله على وجود برين تيومر لا قدر الله. ايه ده؟ هو انا كصيدلي هو بتطلع فين؟ ايوه هو انا كصيدلي دوري كده يعني مش لازم اصل فانا روشتك خلاص. يعني انا ممكن لو المريض ركز معايا لغايه ما تضحكش. لو المريض جالي ما تبصوش عليه لو المريض جالي الصيدليه وهو بيقول لي ايه انا ضرسي بيوجعني وان شاء الله او يعني ركبتي بتوجعني وهروح لدكتور عظام، ممكن انا احول له مساره واخليه يروح لدكتور بطنه واخليه يشوف دوري ده والله دوري. طب ده انا ما خدتش منه ولا مليه. لا ما هو بعد كده هيتعرض فيكم مش هيروح يصرف روشته من اي مكان غير من عندك. وصلت؟ بنركز تاني على مساله الثقه. ده كان سؤال رقم كام؟ 3 اللي هو كان سؤال اسمه ايه؟ any other symptoms. 4 duration of symptoms. من امتى؟ حضرتك بتشتكي من الكلام ده من امتى؟ بقالك قد ايه؟ فترة حدوث الاعراض بقالها قد ايه معاك؟ اوكي؟ ايوه بالظبط حافظه مركزه ما شاء الله. المريض المصري يجاوب لك على السؤال ده 4 اجابات ما لهمش اي ستين لازمه. كلهم انح من بعض وتطلع منهم وانت ما استفدتش ولا حاجه. ما تستفهمش. يبقى فكرني بيهم بس. اول سؤال او اول اجابه من فتره. استفدت انا ايه دلوقتي؟ ولا الهوا. خلاص؟ الثانيه من زمان اسمها صدام داخله بالظبط كده من زمان. الثالثه ايوه الله يفتح عليك ما شاء الله الناس اللي متابعه من سمعت الفاصل. من عم نووي وليه عاطف المصحف من عام الاول يعني من السنه اللي فاتت. كويس؟ في الأدع لا في الأدع ما قلناش كتير دي الفترة الأخيرة من شوية ماشي لا من ديك النهار وطلع عليها عطف الفتحة برضه من ذاك النهار يعني من النهار ده حاجة تعلم يعني الشاهد ان انا ما بقدرش احدد هو برضه بقى قصدي انا لازم تساله بقى السؤال اللي بعديه. ايوه من 3 ايام ولا من 3 شهور ولا من 3 سنين ولا اول امبارح ولا النهارده الصبح ولا من ساعتين ولا من امتى بالظبط؟ فرق لا من اول امبارح ده من زمان بتاعه اوكي او ده بقى فتره يقول لك بقى 3 سنين لا اوكي لازم تحدده عشان تحدد يعني المشكله بتاعتك اكيوت ولا